السلام عليكم أصدقائي. هذا هو المصور الفوتوغرافي الجزائري يوسف سباع، مصور معاصر، وهو صاحب صورة موناليزا الأمازيغ. طبعا عرفتوها، هي الجدة مسعود أبو ترعة، جزائرية متوفية عام 2020. كانت من منطقة الشاوية، بالضبط من عين الطويلة، ولاية خنشلة. عمرها ما مشات من مدينتها ولا غادرتها، لكنها اشتهرت بهذه الصورة اللي التقطها لها جارها المصور يوسف سباع. يوسف فاز بهذه الصورة وأخذ عليها جائزة في أحد الصالونات اللي تنظمهم وزارة الثقافة الجزائرية، واللي هو صالون الصورة الفوتوغرافية. ما كانش يعرف يوسف باللي هذه الصورة راح تاخد قلوب ملايين من البشر في شمال إفريقيا، وأنه 3 شعوب راح يتنازعوا فيما بيناتهم، وكل واحد فيهم يحاول ينسبها لنفسه. رسموها فنانين تشكيليين على حوائط مدنهم، وظهرت مؤخرا في كليب لمغني مروكي. الحاجة مسعودة الله يرحمها تظهر في هذه الصورة وهي لافة شعرها بزوج محارم، ولايحة فوق راسها شال أبيض يهبط حتى مع كتافها. في وجهها كاين مرسوم وشام في جبينها وفي وجنتيها، وأيضا في يدها. خارج الشعر مسبوغ أو مخضب بالحناء قدام ودنيها. هذا الفصل هذه تاع الشعر بهذه الطريقة يسمى السوالف. نظن باللي هاد الصورة بقات راسخة في مخيلات الناس، لأنها صورة تعبر عن الأصالة والتاريخ والتراث